اللي في دماغك مش هيحصل يا حماتي، ولا جوزي هيديكي قرش من مرتبه مرة تانية، واللي يحتاجه بيتنا يحرم عليكي، وفلوس جوزي أنا أولى بيها أنا وبناته. إنما اللي انتي بتعمليه ده آخرته هتبقى خراب البيت، وانتي عارفة كده كويس. لكن ده بعدك، أنا هعرف أوقفك إزاي عند حدك. فجأة وقعت على الأرض وقطعت النفس. جه جوزي لقى أمه مرمية على الأرض، بصلي بغضب وقال لي: انت عملتي في أمي ايه يا فاطمة؟ انطقي، عملتي فيها ايه؟ من 3 سنين اتجوزت مصطفى، وقلت خدوهم فقرا يغنيهم الله. كانت حالته بسيطة وعايش في بيت العيلة. رغم اني عارفة المشاكل اللي بتحصل دايما بين الحما ومرات ابنها، قلت ان حياتي هتبقى غير الكل. لكن محدش عارف الدنيا مخبياله ايه. اول سنة حملت في توأم وخلفت بنتين، وكان الحمل تقيل علينا قوي، لكن حمدنا ربنا على نعمته. حماتي كانت جبروت، وكانت بتفتعل المشاكل معايا وبتتحكم في حياتنا بطريقة مستفزة. دي كانت بتحدد لي هطبخ ايه وهطلع شقتي امتى، وتحكم على جوزي اني انزل كل يوم اطبخ وامسح لها شقتها، والا هتقول عليه بالراوي وتفضحه في كل العيلة. رغم ان حماتي كان ليها بنت متجوزة قريب منها، لكن لما بنتها كانت بتيجي ما كانتش بتشيل كوباية الشاي حتى من مكانها. وانا كنت ام البنتين ومحتاجين رعاية واهتمام، ومهما كنت بشتكي لجوزي كان يقولي خرجيني برا الموضوع ده، انتوا ستات زي بعض، ويا ستي اعتبريها زي امك، ومحدش بيزعل من امه. لحد ما في يوم كنت راجعة من السوق، ولقيت بناتي الاتنين مفحومين من العياط، وحماتي قاعدة وشايلة ابن بنتها على رجلها وبتأكله وجايباله حلويات. قلت لها: انت ازاي سايبة البنات كده وحتى مش سائلة فيهم؟ قالت لي: اديكي جيتي اهو، سكتيهم بقى علشان صدعونا. قلت لها: انت فعلا ما عندكيش قلب ولا رحمة. قالت لي: لمي لسانك يا فاطمة وخديها من قصرها واطلعي على شقتك. انا ساعتها غرت من وشها واخدت بناتي وطلعت على شقتي، وحلفت اني مش هنزل مرة تانية ولا هعمل حاجة في ام البيت، لا اما هاخد بناتي واروح لبيت ابويا، على الاقل مش هيعاملوني كاني خدامة عندهم زي ما ام جوزي الهانم بتعمل، ومفكراني شغالة عندها هي وبنتها. ولما رجع مصطفى رضاني وبس راسي وقال لي: حقك عليا، انا امي اشتكت وعيطت قبل ما اطلع، بس انا عارف انك اصيلة، وعارف كمان ان العيبة ما تطلعش منك، وما صدقتش ولا حاجة من اللي قالتها امي. والمهم دلوقتي اننا نبين قدامها اننا متخانقين. انا عايزك تريحي دماغك منها خالص، وفي نفس الوقت هي امي ومش حابب ازعلها. قلت له: خلصت كلامك؟ انا بقى عايزه اروح اقعد عند امي، على الاقل اعصابي ترتاح شويه منها زي ما انت ما بتقول. قال لي: خلاص اعملي اللي يريحك، وانا هبقى اطمن عليكي، لكن يومين وترجعي بيتك، وانا عمري ما هنسى انك عاقله، وانك مستحمله امي لانها ست كبيره، وان عمري ربنا ما هيبارك لي في حاجه ولا حتى فيكي ولا في عيالنا لو انا جيت عليها. نمت وانا معيطة وحزينة وكاتمة في نفسي اللي بيحصل، وعديت الموضوع. وتاني يوم الصبح أخدت بناتي ورحت قعدت عند أمي أسبوع. مصطفى كان بيجي بعد الشغل يتغدى معايا أنا والبنات ويروح البيت، لكن لما لقاني مستريحة هنا قال لي: عودي براحتك، أنا مش هقدر أغصبك ترجعي دلوقتي رغم إنك وحشاني. وفي يوم أخويا رجع من شغله بالليل لقيته بيقولي إنه عايزني في كلمة. رحت معاه قفل الأوضة وقال لي: أنا النهاردة عرفت خبر زي القنبلة. قلت له: إيه هو؟ قال لي: حماتك النهاردة وأنا في مكتب المحامي اللي بشتغل معاه عرفت إن هي موكلاه علشان نقل ميراث. قلت له: ميراث؟ ميراث لمين؟ لحماتي؟ وده مين اللي هتورثه بعد العمر ده كله؟ قال لي: حماتك كان ليها أخ وسافر وهو في عز شبابه بلاد بره، واتجوز كتير لكنه ما خلفش، وعمل ثروة كبيرة قوي قوي وكتبها باسم اخته، ودلوقتي كل املاكه وثروته هتتحول لها هي. قلت له: معقولة حماتي اللي بتكمل عشاها نوم هتورث وتبقى صاحبة املاك؟ قال لي: ومش اي املاك يا فاطمة، دي ملايين.
بعد ما اتأكدت من أخويا إن حماتي فعلا هتورث وإن كل دي فلوسها، قلت لازم أرجع لبيت جوزي. ما أنا ياما استحملت الشقة والتعب وصبرت على الفقر معاه، آن الأوان إن ربنا هيفرجها عليه ونعيش يومين حلوين إحنا وعيالنا. وفعلا روحت بيتي وكانت كل حاجة زي ما هي. مصطفى ما تكلمش معايا في حاجة أبدا ولا قال لي على اللي حصل. شكيت إنه ممكن يكون عارف حاجة أصلا عن الموضوع ده. وحماتي كانت هي ولا باين عليها إنها بقت صاحبة ملايين ولا حتى صاحبة ملاليم. حاولت أعملها كويس، يمكن هي كمان ترضى عني وعن عيالي وينوبنا من الحب جانب. لكن للأسف هي كانت كأنها بتتلذذ بتعبي، وكانت بتمرمطني وتبهدلني أكتر. كل ما كنت بعمل حاجة وحاول استريح بعدها كانت تقولي جرائية مراتبني، انتي هتسيبي الدنيا تضرب تقلب كده وتفضلي قاعدة لا شغلة ولا مشغلة؟ قومي يا حبيبتي كملي اللي وراكي. ولما اقول لها فين اللي ورايا ده، انا طلع عيني على ما خلصت الشقة، تضحك وتقولي لا ما انتي ما عملتيش هنا كويس، وتروح موقعة مية مش نضيفة على الأرض علشان أوطي وامسحها تاني. استحملت وما كنتش بشتكي. وفي يوم زيارة بنتها ليها الاتنين دخلوا أوضة حماتي وفضلوا يتكلموا بصوت واطي. كنت بحضر الغدا في الوقت ده وغصب عني رميت ودني معاهم وسمعتهم وهما بيتكلموا عن الفلوس. ولقيت حماتي بتقول لها ده يبقى آخر يوم في عمري لو فاطمة دي ضاقت قرش من فلوسي. الفلوس دي انتي أولى بيها، إن شاء الله حتى وزعها على اللي يسوى وما يسواش، لكن مرات أخوكي استحالة أبدا تشم ريحتهم. عيني دمعت وأنا بسمع كلامهم. قلت يا ربي هو أنا عملت إيه للست دي عشان تكرهني بالشكل ده؟ ولما جه مصطفى بالليل قررت إن أقعد معاه وأقوله على كل اللي حصل، بداية لما أخويا حكالي على اللي شافه في مكتب المحامي لحد ما سمعت أخته وأمه بيتكلموا مع بعض في أوضتها. لما حكيت له لقيته بيقولي ها خال مين؟ انتي بتهزري؟ أنا ماليش إخوال. قلت له بس أنا متأكدة من كلامي وأخويا كمان متأكد، وأمك كانت بتتكلم عن الموضوع هي وأختك وأنا سمعتهم بوداني. استغرب مصطفى وقال لي لا ده انتي مجنونة رسمي، أكيد يعني لو أمي ورثت ما كانتش هتسيبنا في الغلب اللي احنا فيه ده، على الأقل كانت هتدينا مبلغ يرحمني من تعب وشقى الشغلانة اللي مش جايبة همها دي. حاولت أقتنع بكلامه واستسلمت وقلت لازم أثبت لجوزي كلامي. وتاني يوم نزلت عند حماتي والمفاجأة إني لقيت عفش البيت كله متغير. إزاي وإمتى؟ معرفش. شقة حماتي اتحولت وكأنها شقة عروسة، والدليل اللي كنت بدور عليه عشان أثبت لمصطفى كلامي بقى قدامي اهو واضح زي الشمس. والغريبة إن حماتي قالت لي بنتي هي وجوزي جايين يقعدوا عندي النهاردة، خليكي انتي وبناتك في شقتك. واتفاجأت إنها جايبة ست تطبخ وقالت لي بقلب ميت استغنينا عن خدماتك يا حبيبتي، كفي انتي على خدمة بناتك وبيتك. بقيت أبصلها وأنا مذهولة وهطق منها، وقلت بدل ما ارتكب جريمة أطلع أحسن على شقتي واخدها من قصرها. كتمت غيظي واستنيت جوزي لما رجع وقعدت أفكر هقوله إيه ويا ترى هو هيعمل إيه لما يرجع. وفضلت سهرانة لحد ما رجع في نص الليل وقال لي شفتي اللي حصل؟ قلت له صدقتني؟ قال لي صدقتك ازاي؟ انا قصدي شفتي اللي عمله جوز اختي في شقة امي؟ ما انا لو كنت بشتغل شغلانة احسن كان زمان انا اللي بجدد لها شقتها وباخد بالي منها. قلت له انت فاهم ان جوز اختك هو اللي عمل كل ده؟ هي فهمتك كده؟ ده امتى وازاي وفين ان شاء الله؟ ليه انت ناسي لما كان بيجيلها زيارات وايده فاضية خالص؟ قال لي ايوه ومش هكدب عيني، انا لسه كنت قاعد معاهم تحت ولقيتها بتحكي ان جوز اختي لسه من كام شهر دخل في مشروع كبير وكسب منه فلوس كتير، وكان واعد اختي انه هيعمل لها اللي هي عايزاه، وهي قالت انها عايزة تجدد الشقة لامي. قلت له فوق يا مصطفى، فوق يا حبيبي، انت مضحوك عليك ولا ساقينك حاجة؟ ولا يكونش الست والدتك عامله لك عمل يا حبيبي؟ انت كل ده معقولة
مش دريان ولا واخد بالك انهم بيعملوا عليك تمثيلية علشان تطلع من المولد بلا حمص يا حبيبي؟ امك وارثة من خالك ووارثة ملايين، ومش عايزة لنا ولا بناتي ناخد قرش واحد منهم. ومش بس كده، دي بتصرف في الفلوس يمين وشمال وعمالة تبعزق براحتها، ونسيت ايام ما كنت انت بتصرف عليها نصف مرتبك، وكنت بتستخسر فينا اللقمة وتديها لها وتقولي عشان ما بقاش عاق. ودي برضو امي. ادي امك يا حبيبي متنغنغة في الهنا والعز وسايبانا هنا مش لاقيين ناكل، وبنكمل الشهر بالعافية. وبكرة تقول فاطمة قالت وتصدق كلامي. وفضل مصطفى يبصلي ومش عاجبه كلامي وفاكرني بخرف، لحد ما حصل اللي أنا كنت خايفة منه. جوزي وهو راجع أمه قالت له إنها عايزاه في موضوع. دخل عندها وأنا ما قدرتش أتحمل يعدي الموقف ده من غير ما أسمعهم هيقولوا إيه. نزلت واتسحبت وكان باب شقتها مفتوح، وسمعت وقتها وهي بتقوله أنا عايزاك تتجوز يا مصطفى. ضحك وقال لها ما أنا متجوز يا أمي وعندي عيال كمان الحمد لله. قالت له أنا عاوزاك تتجوز جوازة تتهنى فيها، مش واحدة كانت عايزة تتجوز وخلاص، ومن يوم ما دخلت شقتنا وهي قدامها فقر. دي يا ابني أهلها ما صدقوا يجوزوها، لكن أنا غلبت أقولك إنها ما تنفعكش. قلتلي بس دي هي اللي هتستحملني وتشيلني لو حصل حاجة. رد مصطفى وقال لها وفاطمة مراتي ما قصرتش معايا ولا معاكي يا أمي، وعاملة اللي عليها وزيادة، وبصراحة استحملتني كتير قوي. ردت أمه وقالت له طب وفيها ايه؟ ما الشرع محللك 4، وانا نفسي اجوزك بنت ناس تبسطك وتدلعك كمان وتجيب لك الواد اللي يشيل اسمك. رد عليها وقال لها وانا مش بفكر اتجوز تاني، وحتى لو بفكر انا مش قادرة اتحمل مصاريف بناتي واحتياجاتهم. افتح بيت تاني ليه؟ اهبل انا؟ قالت له واللي تحللك كل ده، انا عايزاك تتجوز اللي هختارها لك، وساعتها مش هتشيل هم الفلوس مرة تانية. قام مصطفى وقال لها تقصدي ايه يا امي؟ يعني الكلام اللي بسمعه ده بجد؟ انت جبتي الفلوس دي منين؟ والشقة دي من فلوسك انت مش كده؟ قالت له ده رزق من عند ربنا، وانا عمري ما هرضى عنك طول ما انت متجوز بوز الاخس دي، وهي عمالة تعصيك عليا. وراحت معيطة ودموعها دموع تماسيح. وقتها مصطفى هداها وقال لها يا ريت نأجل الكلام في الموضوع ده يا أمي، لأني راجع من الشغل هلكان وعايزة أنام. كنت مبسوطة قوي إنه دافع عني وصدق كلامي أخيرا، على قد ما نفسي أطبق على زمارة رقبة حماتي، بس كلام جوزي وموقفه هداني. بس الزن على الودان أمر من السحر. فضلت حماتي وبنتها يزنوا على مصطفى علشان يتجوز مرة تانية، وبقى بيسهر بالساعات يفكر ويسرح وانا بكلمه، وكمان بقى بيبعد عني. واللي كنت خايفة منه بدأ يحصل، لكن انا مش هسيب حماتي المرة دي تنتصر عليا ابدا ولو على جثتي. في يوم قعد مصطفى معايا وقال لي امي حكت لي عن اخوها اللي ساب البلد وطفش وهو صغير ومحدش عرف له طريق، وكان اسمه مصطفى، ولما انا اتولدت سمتني على اسمه وورثت منه فلوسه كلها. واعترف لي جوزي وقال لي امي مصممة اني لازم اتجوز، وساعتها يا فاطمة هقدر اعيشك العيشة اللي تستاهليها انتي والبنات. ما كنتش مستوعبة اللي جوزي بيعرضه عليا، جاي فاتحني في جوازه عليا علشان امي وترضى عنه وكمان تديله حقه في الفلوس بسهولة بيقولها كده، وانا اللي كنت فاكراه هو الوحيد اللي لا يمكن يغدر او يبيح. سمعته للاخر وبعدها سبتله البيت ومشيت وقعدت عند ابويا. اخويا عرف ان الحكاية ليها علاقة بالورث، قال لي هي الست دي مثبتة كده ليه في الدنيا؟ هي يعني ضامنة تعيش؟ ده دور برد ممكن يقضي عليها، وساعتها الفلوس دي هتبقى لعيالها مصطفى واخته، وفلوس مصطفى هتبقى فلوسك انتي وبنات. ضحكت وقلت له ها، ويجي منين دور البرد اللي هينقذ جواز جوزي عليا بس؟ ورغم ان اخويا كان بيهزر الا ان الفكرة كانت بتدور في دماغي طول الليل، وكأن الشيطان ركبني وكبرها في دماغي. ورجعت تاني يوم الصبح البيت جوزي وقلت له انا مش موافقة على جوازك مرة تانية، وفلوس امك انا مش عايزة منها مليم، وان كانت هي بتحبك بصحيح هترضى عنك من غير ما تعمل اي حاجة.
احنا ياما شلناها فوق راسنا وجوه عينينا وعمرها ما رضيت، انما اللي هي عاوزاه ده في خراب بيتنا، ولو انت هتوافقها وتتجوز اعتبر ان انا مش هبقى موجودة في حياتك مرة تانية. مصطفى كان زعلان من الموقف كله ومحتار بين انه يحافظ على بيته ويفضل فقير او يرضي امه ويطاوعها ويتجوز وابواب الخير كلها تتفتح له. خرج جوزي وراح على شغله ونزلت انا، وكنت محضرة كلمتين هقولهم لحماتي العقربة. قلت لها ابعدي عن مصطفى وبطلي تضغطي عليه، واحنا مش محتاجين حاجة منك، ومحدش بياخد الفلوس معاه القبر. كان وشها اصفر وما بتنطقش. كملت كلامي وقلت لها اللي في دماغك مش هيحصل يا حماتي، ولا جوزي هيديلك قرش من مرتبه مرة تانية، واللي يحتاجه البيت يحرم عليكي، وفلوس جوزي انا اولى بيها انا وبناتي، انما اللي انت بتعمليه ده اخرته هتبقى خراب البيت، وانت عارفة كده كويس. لكن ده بعدك، انا هعرف ازاي اوقفك عند حدك كويس قوي. فجأة وقعت على الارض وقطعت النفس. دخل جوزي لقى امه مرمية على الارض، بصلي بغضب وقال لي انت عملتي في امي ايه يا فاطمة؟ انطقي، عملتي فيها ايه؟ ما بقتش فاهمة ايه اللي حصل. الاسعاف جت ونقلتها على المستشفى، وهناك عرفوا انها اتسممت، وجوزي قال ان انا اللي عملت فيها كده، والبوليس خدني وحجزني في الحبس. فضلت 4 ايام على ذمة التحقيق، وبعدها عرفت ان حماتي ماتت. كنت مقهورة وانا حاسة بالظلم، وقعدت ادعي ربنا انه يظهر الحق، وحصلت المعجزة. وفجأة خرجوني، واخويا اللي كان المحامي بتاعي قال لي حمد لله على السلامة يا فاطمة، مش هتصدقي مين اللي عمل العملة دي. قلت له مين؟ قال لي بنتها وجوزها. جوزها فضل يزن عليها، وزي ما كانت بتعمل في مصطفى ما كانتش راضية تدي قرش واحد لبنتها ولا لجوزها اللي كان عاوز يكبر مشروعه. يعني بخل حماتي هو اللي خلى أقرب ما ليها يطمعوا فيها. صحيح أنا فكرت لثواني إن موتها هو الحل، لكن أنا بخاف ربنا، وعمري ما كنت هأذيها مهما عملت فيا. أخت مصطفى وجوزها دخلوا السجن، ومصطفى ما كانش مصدق نفسه، ولما خرجت اتصدمت الصدمة الكبيرة بوجود ست جنب مصطفى كانت بتواسيه، ومعاها راجل كبير. سألته مين دول؟ الراجل الكبير رد عليا وقال لي ازيك يا بنتي، انا محمود ابو ندى خطيبة مصطفى. ما صدقتش وداني. مصطفى خطب وسمع كلام امه وراح خطب في الفترة اللي كنت فيها غضبانة وقاعدة في بيت اهلي. عقلي وقف من كتر التفكير، ما بقتش عارفة اروح فين ولا اجي منين. جوزي خلاص ورث من امه كل فلوسها بعد ما اخته اتحرمت من الفلوس علشان قتلت امها. وبعد ما انا رجعت له ومستنياه يعتذر لي عن اللي حصل، لقيته خاطب وناوي يتجوز. اسيبه واتطلق منه ولا اصبر علشان عيالي وما سيبش غريبة تيجي تلها في كل حاجة، وبعد سنين تعب معاه يسيبني ويتجوز واحدة تانية لما بقى معاه فلوس؟ قولولي اعمل ايه، ساعدوني، واللي هتقولولي عليه انا هعمله لاني محتارة.